السلام عليكم. كنتمنى ربي تلقاكم هاد الوصفه ديالي وهاد الفيديو بصحه وسلامه. كيف كتشوفوا اليوم غادي نحضر معكم واحد لابيوش سهله مهله. كيف كتشوفوا زينتها بهاد الطريقه وكتجي رائعه لا في المذاق ولا من حيث الشكل. هاد لابيوش كنقول لكم انها اقتصاديه 100%، لان ما غنستعملوهاش بلا جينواز وما غنستعملوش فيها الدقيق. طريقه جد سهله غادي تحضروا هاد الحلوه الرولي. كيف كتشوفوا اللي بزاف منا كيتخوفوا من لا جينواز انها ما تصدق ليناش. اذا غادي نحاولوا نجربوا هاد الطريقه اللي حتى انا اول مره كنجربها معكم، وغادي نشوفوا كيفاش غتكون معنا النتيجه. كيف كتشوفوا النتيجه في بدايه الفيديو راه كانت 100% ناجحه، ولكن نخليكم تعرفوا على المكونات وطريقه عمل هذا الكيك. بسم الله. في خلاط كهربائي غادي نحتاجوا 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، قبصه ديال الملح، كاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر سميد. غادي نطحنوا هاد العناصر مزيان وغادي نتلاقاو من بعد باش نكملوا الطريقه. اللي مهم اننا منين نحاولوا نطحنوا البيض انه حتى يتبدل اللون ديالو، ما يبقاش اللون ديالو اصفر، يولي كيف كتشوفوا داك المايل البياض هكذا. كنكونوا طربنا البيض ديالنا مزيان ومن بعد نكملوا الوصفه ديالنا. هنا بعد ما خلطت العناصر مزيان كيف كتشوفوا كيتغير اللون ديال البيض. غادي نحتاجو هنا في بلاصه ديال الدقيق غادي نحتاج 2 ديال العلب ديال هذا البسكوي. انا تعمدت نوريكم نوعيه البسكوي هكذا باش تعرفوا اي نوع كنستعمل. انا هذا هو النوع اللي كنستعمل بزاف، يعني 2 ديال لي بسكوي من حجم كبير صافي. وغادي نعمل معاهم ساشي اولا كيس ديال الكاكاو، وغادي نستعمل 2 ديال خميره من فئه 8 غرام، وغادي نحتاجوا كاس ديال الحليب. هذا الحليب هذا كنضيفوه فوق من البسكوي من بعد ما نوضعوه كيف كتشوفوا هكذا باش تيسهل عليا الطحن ديالو صافي. وغادي نضيف 2 ديال المعالق من الشوكولا، شوكولا ديال الاطفال هكذا باش كنعزز المذاق وكنعزز حتى اللون صافي. غنطحن هاد العناصر مزيان ونتلاقاو باش نكملوا الوصفه. وهنا غادي تبقاو تشوفوا انني كنسكت الروبو وكنعاود نخدمه هكذا باش لا كانت شي قطع مكتله اولا شي عناصر ما تمزجات كيف كتشوفوا بهذه الطريقه راه كيعاود فين ما كتسكتي الروبو كتعاودي تخدميه كيعاود يتطحن مزيان جميع المكونات هكذا. كنتاكدوا اننا حتى حاجه ما بقات عالقه صافي. دابا غادي نختار الصينيه الفرن. انا اختاريت هذه ديال الفرن ديالي ديال الضوء ديال الكهرباء صافي. غادي فرشت فيها البابي كيف كتشوفوا بهذه الطريقه، وغادي ناخذ عاود واحد سباتولا ونعاود نحرك مزيان الجوانب حتى نتاكد ان ما بقات شي حاجه مكتله، وغادي نفرغ الخليط ديالي في هذه الصينيه بهذه الطريقه. وفي هذا الاثناء انا سخنت الفرن على درجه حراره 180 تقريبا. مده الطهي غادي نحتاجوا 20 دقيقه فقط، لانها كتكون لاباط ديالنا رقيقه ودغيا كطيب، وانتبهوا لها باش ما تحرقش صافي. ولكن قبل ما ندخلوها الفران نحاولوا نقادوها كيف غتشوفوا. غادي نقاد هذا الكيك يعني نسرحوا مزيان في الصينيه ونحاولوا نخرجوا منه الهواء، عاد ندخلوه الفرن ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما طيب لينا. بعد مرور 20 دقيقة كيف كتشوفوا شوفوا الكيك كيفاش جات رائعة خفيفة لواحد الدرجة ما تتخيلش. صدقوني انها جات ناجحة جدا. يعني هذا الكيك هذا تقدروا تعملوه كيف غنعملوه حنايا. غادي نعملوه رولي اولا تخليوه بهذه الطريقة وتزينوه فقط. تعملوه وحده قطعه تقسموه على النصف، يعني هذا الكيك تقطعوه على النصف وتعملوا 2 ديال الطبقات منه راه فعلا غيجي رائع. اولا تعملوه على شكل دائري يعني راه فعلا جا رائع. عرفتي القوام ما نقول لكمش، وخاصه المذاق حتى الرائحه ديالو في المطبخ كانت رائعه لانه مصوب بالبسكوي. كيف كتشوفوا انا من بعد ما زولته من الصينيه غادي نبدل له البابي وعملته هكذا دورته هكذا كيف كتشوفوا باش نحافظ على الشكل الدائري ديالو صافي. وغادي نوضعه في الثوب وغادي نخليه يرتاح ونمروا مباشره باش نحضروا الكريمه اللي غادي نزينوا بها الكيك ديالنا.
بالنسبه للكريمه انا غادي نحتاج هنايا 200 غرام ديال الشوكولا السوداء، وغادي نحتاج 400 غرام ديال الكريمه السائله. في الاول غادي ناخذ واحد الكاسرول وغادي نوضع فيها الشوكولا، وغنضع فيها نصف الكميه ديال الكريمه، وغادي نوضعها فوق النار حتى تذوب كيف كتشوفوا، وغادي نفرغها في واحد الاناء بهذه الطريقه. وهنا غادي نضيف الكميه المتبقيه ديال الكريمه كيف كتشوفوا بهذه الطريقه، نخلطها مزيان حتى تمزج صافي. ومن بعد ما غادي نخلطها نخليها حتى تكتف مزيان، يعني كل ما كتضيفوا الكريمه لانها بارده كيتقل معنا هذاك الشوكولا صافي. وغادي نوضعوا عليها كيف كتشوفوا، هذا هو القوام اللي ولا عندي صافي. ومن بعد غادي نغطي عليها بواحد الكيس ديال غذائي من الفوق، نوصلوه على نحطوه على الكريمه، ما نخليوش الهواء يبقى كيف كتشوفوا بهذه الطريقه. وغادي ندخلوها للثلاجه واحد المده، عاد نرجعوا باش نكملوا الخدمه ديالنا. هنا اللي كنتو محتاجين هاد الكريمه بسرعه تخدموها، دخلوها للمجمد تقريبا واحد 15 دقيقه حتى ل 30 دقيقه، ولا كنتو مازال بينش بها وضعوها غير في الثلاجه تقريبا واحد ساعه ولا ساعتين. هنا بعد مرور تقريبا انا وضعتها في المجمد مرور 15 دقيقه صافي، جبدتها كيف كتشوفوا. هذا هو القوام ديالها. دابا غادي نوضعها في خلاط كهربائي، وغادي نحاولوا نطلعوها مزيان هكذا باش نحصلوا على الكريمه. وكيف كتشوفوا الكريمه ديالنا هي وجدات. غادي ناخذ دابا الكيك وغادي نحاولوا نزينوه صافي. دابا بهذه الطريقه الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لكم انكم ما تعملوش بحالي المره الماجيه، يعني ملي تصوبوا اول مره الكيك تبغيو تبدلوا البابي غادي توضعوه في البابي جديد بحال اللي وضعت انا هذا، وتروليوه قبل ما توضعوه في البابي. رشوا البابي بالسكر الثقيل باش ما يلصق لكمش الكيك، لان الكيك كيكون سخون ومني تيبرد هذاك الجهه العليا ديالو كتلصق في البابي وما تيبغيش يتحيد لكم، يعني غير هو باش تسهل عليكم الدوره، يعني ما تيلصقش الكيك نهائيا. هذه هي الملاحظه الوحيده اللي كنت نسيت ما درتهاش، لان نورمالمون الكيك هانتوما كيف كتشوفوا راه ساهل، راه هو تيدور ماشي ما تيدورش، ولكن تيلصق لي في البابي يلصق لي فيه. اذا نتوما باش ما يلصق لكمش وتفاداو هذا المشكل هذا، حاولوا انكم تدهنوا او لا ترشوا الورق بالسكر الثقيل، عاد تحطوا عليه لا جينواز وتروليوها في اول مره. يعني الكيك ديالنا اللي حنا اصلا لان حنا قلنا عليه جينواز لانه جا بحال طريقه جينواز، غير هو ماشي بالطريقه اللي كتخدم بها لا جينواز صافي. وهانتوما راه كيجي ناجح. ودابا ما بقى لنا الا نزوقوه من الفوق. كيف شفتوا انا وضعت عليه الكريمه فقط من الوسط، تقدروا تضيفوا اضافات اللي بغيتوا. انا لانني اول مره جربته بطريقه او بالمكونات اللي كانوا عندي في المنزل، يعني حتى نتوما تقدروا تفنوا فيه وتزينوه بالطريقه اللي بغيتوا، ديروا له اضافات يا اما المكسرات او لا اشياء اخرى كيف كتحبوا نتوما صافي. انا زينت وضعت لا كريم كيف كتشوفوا من الفوق، وزينتها فقط بهذه الطريقه باش كتعطينا دوك الخطوط، يعني بطريقه عاديه جدا. حاولت انني نغطي الكيك بالكريمه صافي، وغادي نزينو من الاعلى بصلصه ديال الشوكولا صافي. كيف قلت لكم بجد اقتصادي، يعني حاولت انني ما نوضعش اشياء كثيره هكذا باش يبقى ديما الكيك اقتصادي واي واحد يقدر يجربه صافي. بهاد الخطوط هكذا استعملت الكريمه كيف كتشوفوا وزينته بهذه الطريقه، وصدقوني انه فعلا كان لذيذ ورائع جدا، لان الكيك محضر بالبسكوي وكان خفيف جدا لا في المذاق ولا حتى في الشكل. كنتمنى هذه الوصفه انكم تجربوها حتى نتوما، وهكذا حتى نتوما ما تبقاوش متخوفين اللي ما كتنجحش معاه لا جينواز يحضر هذا الكيك هذا بالبسكوي، راه كيجي ناجح 100%. غير الملاحظه اللي قلت لكم انكم فرشوا السكر الثقيل من يتقلبوا الكيك ديالكم هكذا باش ما يلصقش معاكم، وفعلا راه جا رائع جدا. وهانتوما شوفوا كيف زينتو، كانوا عندي هادو في المنزل هاد الاشكال هاد الاشياء كانوا عندي في المنزل زينت بها. تقدروا تعاودوا تزينوا بالكريمه من الفوق، يعني كل واحد كيزين بالشكل اللي بغى.
غير هو اللي مهم هو انه المذاق يكون رائع، وفعلا الطعم كان ديالها رائع. كنتمنى الوصفه تعجبكم وانكم تجربوها حتى نتوما وتبارطاجيوها مع الاهل والاحباب، وكنقول لكم الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله. وخليكم نهايه الفيديو باش تشوفوني من بعد ما نقطع الكيك، وتنقول لكم مع السلامه.